الأشورية أو السريانية ومثل هيك، يعني نفتح الباب، ما في مانع إذا ما عندك مانع، لأنه في كثير ناس بيقولوا لك لا ما هي مو أشورية ده سريانية. وسألت لأستاذنا لوكسمبرغ، قلت له شو أكتب على المغلف تاعي، هي مع التركيز على اللغة السريانية والعبرية ولا الأشورية؟ قال لي المشكلة إنه في الحديث النبوي، الحديث النبوي بيقول لزيد بن ثابت النبي محمد هل تعرف السريانية؟ قال له تعلمها. أمر زيد فتعلمها في 15 يوم. يعني هو كان يعرف سرياني، بس هو يعني كان محتاج يقرأ ويكتب، فاهم علي؟ يقرأ. فكلمة أشورية مش مذكورة في الحديث، مذكورة. نعم. لا أنا مو عن القرآن أحكي، بس أنا أحكي عن عامة، يعني تاريخيا. بتاع القرآن خليها سريانية، هاي القرآن ما مشكلة، خليها سريانية هذه. خليها سريانية مشان يتناسب مع الحديث. نعم ما يخالف، مو مشكلة. وحتى بعدين ما يقولوش شو جاب السريان، بيقول النبي تاعكم بيقول هيك. نعم فاهم علي؟ يعني نرفع العتب. هاي لا أنا قايل إنه هم العرب اللي دخلوها سريانية هذه. ما يخالف. طيب وأنت شو تقول؟ هاي تسميها لغة سريانية ولا عاشورية؟ وضح لنا. لا أنا أقول نحن طبعا الآرامية الآشورية هي يعني قديما هي آرامية آشورية. أيوه. آرامية وآشور، آرامية آشورية. أوكي. وليش ترفض كلمة سرياني؟ لأنه ما ذكرت في التاريخ، يعني ما في شعب سرياني، ما في لا بالكتاب المقدس ولا بالألواح يعني ذكر سرياني. فلذلك يعني أما كان فيه شعب آرامي، شعب آشوري، شعب بابلي، شعب سومري، شعب أكدي. من وين أجت كلمة سرياني؟ وضح لهم علشان يفهم. أنا كريم قلت لك مرة، حسب النظرية اللي أنا أعتقد بها. تعرف أبونا طبعا الناس تعرف أبونا التكرار يعلم الحمار. نعم العفو. يفيد الإعادة إفادة. نعم. هي سرياني جاية من سيروس، يوناني سيروس، وسيروس هي بالأصل السيروس يونانية أيضا، والأسيروس كان الاسم اللي كان يطلقوه اليونان على الآشوريين. أيوة. السيروس، وكان بلدهم بلد الآشوريين يسموه السيريا. والشعب السيروس، فمن هناك جتي سيروس، سريان، سوريا، كلها من هون جتي. لأنه اليونان ما عندهم الشين، لأنه اليونان ما عندهم شين، لا. أيوة لهيك جت سريان. كان الملك آشور يسموه السور، يعني موجودة بالهذه السور، ASSUR السور. أيوة. السور. أيوة. هذه هيك لهذا يعني بكل بساطة، ولو أنه قسم من الأكاديمية لا مو بهالبساطة ومو هاي تجيبونا كيف جدي، هذه ما في. يعني أنت تقول السرياني هي كلمة يونانية. نعم. وأشورية هي كلمة أشورية. أرامية وأشورية. أيوة. وخلص يعني هي نفس الشيء، فقط أيوة. بالسين يعني والشين. بالآرامي والعبري والآشوري والأكدي كلها آشورية. يعني هي فقط يونان كان يقولوا السيروس السور. يعني هي الفرق بين السين والشين. أيوة بالضبط. والشين والسين نابعة لأنه اليوناني اللي حكموا المنطقة ما كانوش يلفظوا الشين. أيوة. فسموها سريان السيري. وجدتي منها حتى السيريانس وجدتي طبعا ويظهر منها. أبونا اليوناني كان له تأثير في المنطقة يظهر عليه. طبعا لأنه بعد الإمبراطورية الأشورية ما سقطت والإمبراطورية الفارسية جدي، في الطرف الثاني كان في إمبراطورية اليونانية. أيوة. الإمبراطوريتين كان الأشورية من طرف، والجدي بعدها الفارسية، واليونانية من طرف اللي جتي بعدها الرومانية. أيوة. هذا هو السيناريو في المنطقة. هذول الأشوريين يظهر كانوا يعرفوا يوناني. بس أيوة قسم منهم، لأنه عاشوا بعدين تحت جسم الحكم اليوناني في منطقة، يعني في فترة كانت الحدود تعبر من يم نصيبين
بين الفرس واليونان والرومان. ايوه 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 فكثير مرات كان نصيب تقع تحت الحكم الروماني، مرات تحت الحكم الفارسي. كان دائما حرب، يعني كر وفر في المنطقة هذه. ايوه وايوه. ويعني فقط مشان نوضح للناس انه لهيك السريان هم اللي ترجموا الكتب اليونانية للعربي، فدليل انهم كانوا يعرفوا كانوا تحت الحكم اليوناني هم. الحكم اليوناني يعني والتأثير اليوناني واضح أيضا بعدين في كنيستهم أيضا لما صاروا مسيحيين. الآشوريين الغربيين واللي هم السريان اليوم، كنيسة السريانية، واضح أيضا تأثير اللاهوت والطقس اليوناني في طقوسهم، في كنائسهم حتى. وحتى وضعوا حركات يونانية بالضبط على الأحرف السريانية الغربية. أيوة الغربية. بالضبط. يعني احنا مش احنا لانه واحد بيقول لك بكذب وما بكذب. هاي لا، ما في اشوري، ما هي اشوريه هاي. اوكي. هي فقط مشكله السين والشين بس. الشين ايوه ما توجعوا لنا راسنا. ما توجعوا لنا راسنا. الشين والسين اليونان ما عندهم شين وسيطروا على المنطقه فسموهم السيريان. وخلص وريحونا. أيوة. والرومان اخذوا نفس الكلمه من اليونان. نفس الكلمه السيروس. ولهيك سوريا نفس الشيء. ايوه سوريا صارت منها هي سوريا هي من اشور. نعم انا قلت لك مره كان في خارطه، ما اعرف اذا باقي الى هسه، نسوي شويه ترميمات على حائط فورم رومانوم بروما. ايوه في خارطه من مرمر هيك مخروطه بالمرمر. للامبراطوريه الرومانيه في حقبات. ففي حقبة معينة لما سيطرت الإمبراطورية أيضا على منطقة سوريا والأردن والهذه وتركيا حاليا، فكان مناطق سامرة، حتى مسمين منطقة سوريا وكل هالمنطقة بعدها السيريا، كان مكتوبة السيريا. لأنه حتى الرومان يعني ما عندهم الشين. الرومان ما كان عندهم شيء، لا هم أخذوها من يعني هم ورثوها من اليونانيين. نعم. الاسم طبعا كثير الأسماء القديمة ورثوها من اليونانيين، وبعدين كل اللغات الأوروبية الغربية أخذت منهم، فقط أنه لائمتها مع لفظها. مثلا الإنجليزي يقول السيريانس، والآخر الإيطالي يقول السيري، والفرنسي السيريان، والما أعرف إيش يقول، وهذول السويدين يقولون السيري، ما أعرف إيش يقولون، السيريوس. يعني هي اللغات كل واحد عملها باش يسموها. ما دام اللغات الغربية أخذت الأحرف الرومانية اللاتينية، صح. ورثوا اللفظ. نعم ورثوا اللفظ، يعني اللفظ ولا أمو مع لفظتهم معه. أيوة هي فقط يعني مو قصة كذب أو ما كذب، هي فقط قصة سين وشين. شين بالضبط، هي هذه وشين. لا توجعوا لنا راسنا، ما توجعوا لنا راسنا. ما تتهموا فلان بكذب أو ما كذب. في العهد القديم مش مكتوب سوريا، لا كله مكتوب أشوريين وأشور. هذا هو. آرام مكتوبة آراميين أيضا. أيوة وعفارم عليكم. فيعني أنا ما أحبش يعني أعلق على الناس. كنت أسأل لأبونا مشان يعني تبرئة ذمة. إحنا مو لا بنكذب ولا عبالنا شو إلنا مصلحة نكذب. لا إيش مصلحة. أنا طبعا ما أتعصب لأي شيء، ولكن أريد أن يكون تاريخ لا يكون يعني تحريف. هذا لا، يعني صار تحوير، فحتى نعرف شو الأصل يعني. ما هو الأصل بسبب اللغات. فقط اللغات، هو يعني مو اختراع السريان ولا غيره. عندما أقول آرامين معروف، هاي تاريخيا كله معروف. أما نقول سريان تاريخيا ما معروف. زين وين أصل؟ هو من آشور، جاي من آشوري. أيوة. كلمة سوريا هي من هيك. أيوة. سوريا ما بقول شوريا، لا بتقول سوريا. هي نفس الشيء. فأرجوكم عايز أسمع ملاحظات يعني
مسبات وشتائم واتهامات في الفيلم. يعني عيب. بعدين ابونا شمعون يكسر خيره، هو ضيفي، يعني يصير تيجي ما حد يجي يجبرك تسمع اشرطتي، فلما تدخل باشرطتي كانك تدخل ببيتي، مو بيعجبك اقفل وريحنا. ما تقعد تشتم ضيفي، ما يصير، يعني عيب. يعني واحد يجي ببيتي يشتم ضيفي، والله برمي من الشباك، والله برمي من الشباك. يعني ابونا شمعون على الراس والعين، فاهم علي؟ وحتى ابونا شمعون شوف اسمه هو شمعون، لكن احنا بالعربي يقول سيمون، سمعان بالسين والشين، سمعان، وباليوناني سيمون، وهذا ايوه. يعني هي فقط هيك، شفت حتى مع اسمه نفس المشكله، الشين والسين فقط. ولا توجعوا لنا راسنا واحنا مو عايزين وخلص. ثاني مره اي واحد بكتب ملاحظه قله ادب نحو ابونا شمعون انا بعرفه. تنبيه عام، تنبيه عام. ما ارفض تماما واحد يشتم ضيفي، وخاصة أبونا شمعون اللي بيعطينا من وقته عشان يعلمنا اللغة الأشورية، يعني فوق حقه دقه، وبعطينا من وقته مجانا ولخدمتنا، وعرف باللغة الحلوة لغة أجدادنا، فمو محتاجين مسبات. يعني تنبيه، ما عادش امزح. اي واحد يشوفه انه يشتم، هيا وضحنا حق احجبه. يا ابونا شمعون اعذرنا وشكرا انك لا مو مشكله. لا انا ما يهمني لا يحز كل مسبات وما باش مكان. انا هذا موقفي كذا، كم مره وضحته. يعني هيك انا هيك انظر للمساله. هو يحز بقلبي يا ابونا، يعني انت ضيفي تقول ليش سامي يسمح المسبات على قناته ضدي، فهذا عيب. وانا ما شايفها هذه، ما انا شايفها. وحتى اوقات كانوا يسبوا استاذنا لوكسمبرغ، هلا صار يحبوه اكثر الحمد لله، بس اوقات كانوا يسبوه، ما زالوا يسبوه. بس انا اول مره اشوف الشتيمه نبهتهم في شريط اخر حتى مع لوكسمبرغ، قلت لهم اللي يسب استاذنا لوكسمبرغ اشطب. حقك. ما حد مجبور يستمع لقناتي، ما حد مجبور، وانا في بيتي وانتم ببيتكم. كلام بذيء وكلام اتهامات وتكذيب انا ما بحاجه ليها. يعني هي خدمه كتر خير. ابونا فرجينا شو بجعبتك. يلا اوكي.